السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كده تكونوا كويسين وبخير وايامكم كلها خير وسعادة وفرح دايما يا رب. احنا النهاردة مع بعض في قناة اوريجينال للاكسسوارات. ان شاء الله هنعمل موديل حلو جدا، وهي عبارة عن سلسلة بسيطة جدا وشيك ورقيقة وسهلة على اي حد مبتدئ يعملها. هنسمي الله كده ونصلي على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام، ونقول ايه هي الخامات بقى بتاعتنا. احنا النهاردة هنشتغل بالثلاث زرارات بتاعتنا كده، اللي هما 3 بتوعنا، المبططة والمكيرف والمبرومة، عشان في شغل مسامير. وهنحتاج القصافة، هنحتاج سلسلة ألومنيوم. طبعا انتوا هتلاحظوا ان الشغل بتاعي النهاردة بالجولد، فانا حاولت على ما قد ما اقدر ان السلاسل تكون عبارة عن ألومنيوم، على اساس ان لونها، طبعا احنا عارفين الألومنيوم ما بيغيرش لون. هنحتاج سلسلة تطويل كده قد 4 سنتي، زرد مقاس 6 وقف. نحتاج سلسلة كده عريضة، دي سلسلة عريضة كده ألمونيوم بردك، فيها شغل ليزر، شكلها شيك جدا قوي. 17 سنتي من السلسلة ديت. هنشتغل النهاردة بالخرز اللون الأحمر، الخرز الكريستال المط مقاس 8. نحتاج مسمار واحد بس مقفول. باقي المسامير بتاعتنا او الشغل هيبقى بمسامير مفتوحة كده. المسامير بتاعتنا تشيل خرزة مقاس 8. بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل ايه بقى؟ هنجيب الاول الخرزة بتاعتنا كده، وهنجيب المسمار بتاعنا كده، نتأكد ان الناحية دي مقفولة حلو، نقفلها عدل. وهدخل الخرزة بتاعتي كده، وهروح تانية المسمار وارجع الفه كده. هجيب برضك اللي بعديه كده. الموديل بتاعنا زي ما اتفقنا هو شيك جدا ورقيق جدا، يا رب يعجب حضراتكم. هنقفل متن المسمار كده برضك، وهنجيب الخرزة التانية وندخلها كده، يعني احنا تنينا المسمار بس ما قفلناهوش للاخر كده اهو. هنجيب المسمار التاني وهندخله فيه كده، وهنروح قافلين المسمار بتاعنا كده. هنعمل برضك تاني، هتأكد برضك واروح جايبة الخرزة بتاعتي كده وادخلها فيها برضك. هتني المسمار وهلفه، وهجيب المسمار التاني وهدخله فيه واشبك الخرز في بعضه بقى بالمنظر بتاعنا ده كده. نجيب برضك مسمار تاني كده، وهدخل الخرزة بتاعتنا كده. هنتني المسمار بتاعنا ونلفه، وهنجيب برضك بقية الخرز في المسمار اللي هو الاخير كده، وهندخل ده كده، ونروح قافلين المسمار بتاعنا. هنعمل بالشكل بتاعنا ده كام خرزة؟ هنعمل 5 خرزات بالمنظر ده كده. هنعمل 5 تاني زيهم كده، يعني احنا عملنا 5 خرزات كده شبكناهم في بعض، وعملنا 5 تاني كده زيهم شبكناهم في بعض، بقى عندنا 5 و5. طب وهنعمل 4 تاني زيهم كده، بس بقى في ال4 التانيين دول هنجيب بقى المسمار المقفول بتاعنا، وهروح مدخلاه في كده. يعني احنا عملنا 5 و5، بعد كده عملنا 4 بالطريقة اللي انا وريتها لكم. هنتني المسمار ونلفه، هنجيبه بقى في 4 الخرزات بتوعنا، وهنشبك ده في ده كده، وهنقفل المسمار بتاعنا. تمام كده. ده ال5 الوحيدة اللي احنا حطينا 5 خرزة بمسمار مقفول. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنجيب ال5 خرزات اللي احنا عملناهم، وهنجيب الزردة بتاعتنا كده، وهنروح مدخلينها في المسمار بتاعنا ده كده، وهجيب 5 خرزات بتوعنا التانيين وهدخلهم في نفس الزردة، وهقفل الزردة بتاعتنا. طبعا زي ما انتوا شايفين الزرد بتاعنا مش محمل، حتى انا بقفله بايدي، بس انا ما بهتمش بالزرد الذهبي قوي ان انا اجيب، لان انا كل اللي بعمله فيه انا بروح اشتري ب5 جنيه بس، فطبعا بجيب اي نوع زرد متوافر وخلاص. هجيب بردك زردة تاني كده وافتحها وهدخلها في نفس الزردة، وهجيب ال5 خرزات بقى اللي اخرهم خرزة مقفولة كده، وهدخل في المسمار المفتوح كده، وهروح قافلاهم. هيبقوا عندي بالمنظر ده كده زي ما احنا شايفين بالمنظر ده كده، والخرزة الاخيرة المقفولة تحت كده. هعمل ايه بقى؟ هروح جايبة بردك زردة تاني كده،
وهجيب السلسلة بتاعتي اللي انا قلت عليها الألمونيوم وهركبها كده الناحية دي في الخرز اللي هو في المسمار المفتوح بتاع اخر خرزة، وهاجي الناحية التانية برضك هجيب زردة برضك بتاعتي كده وهاجي في المسمار بتاعها واروح مدخلاه في السلسلة بتاعتي من الناحية دي. خلاص بقت عندي السلسلة بالمنظر ده كده. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنعمل خطوة خلوا بالكم منها. هنجيب الطرفين كده قد بعض كده حوالي 5 سنتي كده من الناحية دي و5 سنتي من الناحية دي، وهروح اقص السلسلة كده الاتنين مع بعض اهو. قصيت الناحية دي وقصيت الناحية دي، الطرفين معايا كده زي ما احنا شايفين. بقت كده بقى عندي جزء هنا سلسلة طويلة قد 4 سنتي وهنا زيها. خلاص هنعمل ايه بقى؟ هروح جايبة الزرد بتاعي كده وهاجي الناحية دي وهروح مركبة زردة كده، وهجيب السلسلة بتاعتي العريضة اللي انا قلت عليها دي وهدخلها الناحية دي كده بطرف السلسلة ده، ونقفل الزرد بتاعنا حلو. تمام كده. وهاجي بردك نظبط السلسلة بتاعتنا، مش عايزينها تبقى ملفوفة او اي حاجة، نظبط سلسلتنا حلو كده العريضة مظبوطة. وهروح جايبة بردك زردة تاني مقاس 6 وهروح واخدة الطرف بتاع السلسلة العريضة بتاعي كده والطرف بتاع السلسلة الألمونيوم بتاعتنا كده اهو بنفس الزردة، دخلناهم مع بعض. بقى عندي الشكل بتاعي كده زي ما احنا شايفين. بقى عندنا الشكل بتاعنا بالمنظر ده كده زي ما احنا شايفين اهو، في سلسلة بينهم كده اهي، رفيعة من هنا ورفيعة من هنا. هعمل ايه بقى؟ هجيب الزرد بتاعي بردك وافتحه وهدخله في الزردة اللي هي مقاس 6 الناحية دي اللي شابكة السلسلة دي بالسلسلة دي كده، وهدخل زردة فيهم كده، وهجيب طرف السلسلة بتاعي الطويلة اللي انا هشتغل بيها كده وهروح قافلة الزردة، وهاجي الناحية التانية بردك هجيب زردة كده والزردة اللي في الجنب التاني اللي شابكة السلسلة العريضة مع السلسلة الرفيعة وهدخل زردة فيهم كده، وهاخد الطرف التاني للسلسلة كده. تمام كده زي ما احنا اتفقنا وقلنا سلسلة بسيطة جدا رقيقة جدا شيك جدا، غير مكلفة. على فكرة هي غير مكلفة في اللبس، تحفة تحفة بجد والله في منتهى الجميل. طبعا انتوا هتلاحظوا حاجة ان هي عشان السلسلة ألمونيا، طبعا احنا عارفين ان السلاسل الألمونيا بتبقى ضعيفة شوية، فاحنا على قد ما نقدر خلينا الشغل فيها بسيط وفي نفس الوقت مش كتير، الخرز مش تقيل، على اساس السلسلة تقدر تشيل الحجم الحمل الخرز اللي تحتيها يعني، لان احنا عارفين زي ما بنقول السلسلة الألمونيا ضعيفة، فلو انت حاطه شغل كتير او خرز تقيل ممكن تتقطع. فهي السلسلة الشغل بسيط عشان تقدر تشيل كمية الخرز. هنعمل ايه دلوقتي؟ برضك اوريها لكم تاني. السلسلة بتاعتنا هي كده، هنجيب الزرد الناحية دي ده كده مع الزرد الناحية دي ده كده بالمنظر ده، ونخلي السلسلة بتاعتنا كده. هنيجي في النص فوق هنا كده وهنروح قصين زي ما احنا شايفين، هنروح قصين. تمام، يعني خلينا الجزء ده قد الجزء ده، وهنجيب الزرد بتاعنا كده هنفتحه، هيجي طرف السلسلة الناحية دي. يا ريت كده يا حبايبي لو عجبكم الفيديو بتاعنا اوعوا تنسوا اللايك للفيديو، بجد انا باكد عليكم اوعوا تنسوا اللايك للفيديو، واللي لسه ما اشتركوش معانا في القناه ما ينسوش يشتركوا معانا في القناه عشان يشوفوا كل فيديوهاتنا، يفعلوا الجرس عشان يوصل لهم كل الاشعارات بتاعتنا ويشوفوا كل فيديوهاتنا. هنيجي الطرف التاني للسلسله بتاعتنا كده وهنركب القفل بتاعنا. سلسلة شيك جدا غير مكلفة بالمرة. على فكرة احنا كل اللي واخدينه من السلسلة ألمونيا العريضة دي 17 سنتي، يعني مش هيعملوا معاكي مثلا، يعني انا معرفش السلسلة دي دلوقتي بقت بكام المتر الصراحة، بس يعني هي غير مكلفة لان زي ما انتوا شايفين هي ما فيهاش شغل كتير، ما فيهاش تكلفة كتيرة اهو، شيك جدا. والكريستال المط زي ما انتوا شايفينه في منتهى الرقة وفي منتهى الجمال،
حلوة حلوة بجد بجد والله، في منتهى الرقة في منتهى الشيك. لو انت برضك عايزة تيجي هنا وتروحي منزلة منها خرزة كده او مجموعة خرز كده بمسامير مقفولة، ده لو ليكي مزاج يعني، لو عايزة تعمليها اعمليها. بس انا الصراحة انا حابة اسيب الموديل بتاعي كده سلسلة عريضة ما فيهاش اي حاجة، والشغل بس تحت، تبقى رقيقة جدا كده زي ما انتوا شايفين. يا ريت الفيديو بتاعنا النهاردة يكون عجبكم، ودلوقتي اقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.